هاي جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيتكم فيديو جديده. ان تودايز فيديو غادي يكون على الجهاوي. في اخر فيديو بوستيتو كان على الباك، كنت هضرت لكم فيه على كيفاش خصك توجد الشهر الاخراني، وبزاف ديال الناس في الكومنت قالوا لي هضر على الجهاوي حتى هو. دونك اليوم جا النهار وغادي ندير لكم فيديو على الجهاوي. ان تودايز فيديو اول حاجه غادي نديروها هي نقول لكم بروغرام اللي كنت انا متبعه في داك الشهر الاخراني تقريبا، وهاد السيم تايم غادي نعطيكم شي نصائح اللي ضروري خصكم تعرفوهم اللي غيعاونوكم بريباراسيون. ما نبداو بعدا غادي نقول لكم شنو هي السيتوياسيون اللي كنت فيها انا، زعما باش كان باقي شهر فين كنت واصله. اول حاجه كنت ديجا قاريه لي رومون ديالي كاملين. تاني حاجه كنت حافظه القران كامل، والدروس ديال التربيه الاسلاميه صراحه ما كنتش حافظاهم كاملين حيت كان وقع لي واحد لو بروبليم حيت تبدل لنا البروف وبزاف ديال الاشياء. المهم كنت حافظه الدروس ديال البروف الاولاني، في الاخر المهم واحد التخربيقه اللي عندكم ديروا بها. والاجتماعيات كنت تقريبا حافظه كاع الدروس ولكن ما حافظاش مزيان. اخر حاجه العربيه كنا بدينا كنخدموا الجهويات في المدرسه، دونك كانت عندي فكره. ما نعطيتكم السيتوياسيون اللي كنت انا فيها، ولكن راه باش نكون كنشرح لكم بروغرام غادي نعطيكم زعما التيرناتيف، لان دابا كنتي باقي ما درتيش هذه شنو دير بلاصتها. المهم غادي ما تفرجوا في الفيديو غتفهموا شنو قصدت. اول حاجه باش نقرب الجهوي بحال هكا كانوا عطاونا صافي مشينا جلسنا في ديورنا، كان اللي بغى يمشي اللي ما بغاش يمشي المدرسه ما يمشيش. انا كنت كندير كنت ما كنمشيش دائما، ودوك الايام اللي ما كنتش كنمشي فيهم كنت كنفيق بكري، كنت كنفيق مع 8 الصباح، ما كنتسناش حتى نفيق مع 3 ولا شي حاجه بحال هكا، حيت انا نوع ديال الناس اللي لافورماسيون كتخلي راسي مزيان في الصباح. يعني نتوما شوفوا واش نتوما كيعجبكم تقراو في الصباح ولا في الليل، هادشي ادابتيوه على حساب الجسم ديالكم وداكشي اللي مولف عليه. اول حاجه كنت كنديرها كنت كنفيق مع 8 ديال الصباح، كنت باش كنفطر فطوري، حيت انا بالنسبه ليا كان مهم بزاف انني نقرا لي زوف ونعاود نقراهم حيت كانوا كيعاونوني بزاف ديال الاشياء. اليوم اول حاجه كنت كنكون كنستخدمهم في داكشي ديال لي فيغور دو ستيل، كنت فهمتوني بحال كنخدم ان اكزارسيس ات ذا سيم تايم وانا جالسه كنقرا. كنت كنقرا لوفر، كنبقى نحيد لي فيغور دو ستيل، شي حاجه اللي غنحتاجها في لا لونغ كنت كنحاول نخرجها من لوفر، ديك الوقيته اللي كنت كنقرا فيها. الوغ في الصباح باش كنت كنفطر كنت كنبقى نقرا لوفر، وات ذا سيم تايم كنخدم عقلي بحال هكا. انا علاش كنت كنقرا لوفر كما قلت لكم بديت لي فيغور دو ستيل، وثاني سبب على بديت ليكسبرسيون ايكريت حيت كتحتاج ان اكزامبل وكتحتاج انك تكون عارف بزاف ديال لي زانفورماسيون على لوفر اللي خصك تكون عارفهم باش تسهل عليك الخدمه، فهمتي في ليكزام. كنت كنقرا داكشي اللي قديت عليه داك الصباح هذاك، من بعد ملي كيدوز ولا صافي كطلع لي فراسي القصه ولا صافي كنعيا كندوز الحاجه المواليه هي كندوز الاجتماعيات. بالنسبه للاجتماعيات كما قلت لكم انا كنت حافظه زعما حيت كان البروف ديالنا دائما كيكون نحفظو، دائما كان كيعرضنا، كان عندي هذا لافونتاج هذا. ولكن زعما جو بونس ما عندهاش دور مهم، زعما ماشي بالضروره تكون حافظ باش تتبع هذا البروغرام هذا. يمكن لك تو سامبلومون ديك الوقيته هذيك اللي كنت انا كنراجع فيها بدا تحفظ. حفظت شحال ما قداش ديال الدروس، دائما حط الهدف ديالك الاقل هو درس واحد، يعني على الاقل في النهار تحفظ درس واحد. وبالطبع راه ما غاديش تحفظ درس واحد، حاول تزيد اكثر، تحفظ درس ونص، حفظ جوج ديال الدروس، المهم على حسب الكانه ديالك. سهل عليك الحفظ، حاول ان دوك الدروس اللي غتحفظهم في الاجتماعيات في ديك اللحظه هذيك يكون عندهم علاقه بعضياتهم باش دير تسلسل الاحداث في راسك. حيت كما عارف باش تكون كتكتب المقاله راه ماشي يكتب لك في درس واحد راه يبقى يخلط لك الدروس، دونك خصك انت عقلك تربط الاحداث بين كاع الدروس اللي كاينين باش تقدر تكتب الموضوع المقالي ديالك بكل سهوله. بالنسبه للنصيحه الثانيه اللي نعطيكم في الاجتماعيات بالنسبه للمصطلحات، حاولوا تحفظوهم باش تكونوا كتحفظوا الدروس، حيت اول حاجه كتكون ديجا عندك ايديا، يعني بحال يلاه حفظت الدرس وغادي تحفظ ليه المصطلحات ديالو، كيكون داكشي مترابط بيناتهم وكيسهل لك الفهم ديال الدرس. ثاني حاجه حيت راه اذا خليتيهم تيقرب لك الجهوي راه ديك الفتره هذه كتكون ستريسي بزاف وما غادخل لك حتى شي انفورماسيون جديده لراسك، وتبقى تقول عندي هاد المصطلحات كاملين خصني نحفظهم وما كانش خصني نخليهم. المهم ديك اصلا ديك السيمانه الاخرى دوك جوج السيمانات الاخرى كيدوزو فيري ستريسفول وما كنقدرش تكون كابابل انك تحفظ في ديك الفتره هذيك شي حاجه جديده. دونك دائما دير الاحتياطات ديالك وحفظ على بكري، وديك الفتره الاخرى خليها غير المراجعه. الوغ ندوزو بالنسبه للجهويات ديال الاجتماعيات كيفاش غادي تخدموهم. انا بيرسونالي كيفاش كنت كنخدم كنت كنركز على الوثائق اكثر. تقولوا لي علاش يا ترى؟ حيت بما انني انا حافظه الدروس، يعني المقاله مش بالضروره نكتبها، انا حافظه ثقه في داكشي اللي حافظاه. I'm very good, everything is clear، ثقه في القدرات ديالي، يعني ما عنديش نكتب موضوع مقاله ونضيع فيه واحد الساعه المكانه. مي كيعنيش انكم ما خصكمش تخدموا المقاله، كاين فرق بين تكتب مقاله وتخدم مقاله. تخدم مقاله هي غادي تقرا الموضوع اللي عطاوك، غادي تشوف الاشياء اللي خصك تهضر عليهم، الفرص اللي خصك توظفهم، غتبقى تعرض على راسك داكشي اللي غادي تكتب حيت انت راك حافظ الاجتماعيات ماشي شي حاجه جديده عليك. لكن اللي مهم بزاف في الجهويه ديال الاجتماعيات هما الوثائق. بالضروره خصكم تخدموا بزاف ديال الجهويات وخصوصا لا بارتي ديال الوثائق، حيت كتجرب الانواع جداد ديال لي كيسيون، كتشوف شنو الوثيقه شنو يبغي يخرج لك منها الجديد في الوثيقه. فهمتيني؟ راه بعض المرات راه كيخرجوا لك شي حوايج شويه بيزاغ ما كيبانوش ليك انت، ولكن بالتجربه كتبقى تتوقع شنو يقدروا يسولوك.
اون بليس كتدرب عاوتاني كثر على المبيان وداكشي. بالنسبه للمبيان وداكشي ديال الراس من الخطاطات وداكشي، انا كنصحكم انكم ابار داكشي اللي غادي تشوفوه في الجهوي تمشيو تقلبوا نتوما على شي سيتوياسيون بحال هكا اللي غيقولوا لكم رسموها، ولا شي مبيان اللي غيقول لكم رسموه. يعني ما تعتمدوش دائما الجهوي، وبقاو تسولوا صحابكم عاوتاني واش لقاو شي مبيان ماشي هو هذاك شي حاجه بحال هكا، بقاو داولوا داكشي بيناتكم. حيت حنا حطونا واحد المبيان بعد العام ديالي بعدا، حيت انا في جدار باتسلا حطونا واحد المبيان اللي هو شويه كومبليك، ماشي كومبليكي مي الكيسيون ديالو فيها تريك، فهمتوني؟ دونك ركزوا، بقاو تقراو الاسئله ديالكم مزيان مزيان مزيان، حيت راه السؤال ونص في الجواب. راه باش كيقولوها لكم راه بصح السؤال ونص في الجواب، حيت بزاف ديال الناس ما قراوش السؤال ومشاو كيرسموا نيشان، رسموا داكشي خاطئ، فهمتوني؟ يعني السؤال كيكون فيه داكشي بريسي شنو هما طالبين منك. بالنسبه لهداك المبيان اللي حطوا لنا حنايا بعدا، اللي حطوا واحد الغرابه مهم، كان بحالو صيفطوا لنا واحد فريند ديالي، كان صيفطوا لينا اسبوع قبل الجهوي بحال هكاك، كنا خدمنا اونصومبل. داكشي الناس اللي شافوا داك الميساج وخدموا اونصومبل مع بعضياتهم عرفوا يجاوبوا. الناس اللي ما ردوش البال ولا حاجه بحال هكا ولا كانوا ستريسي ما ردوش البال. بصح في المواد الادبيه نصف الجواب في السؤال، لان هاد القضيه هادي راه بصح. بالنسبه للجهويات اللي غادي تخدموا، خصهم يكونوا في الجهه ديالكم، يفضل انه يكونوا في الجهه ديالكم الاجتماعيات بعدا. انا جربت مره واحده خدمت ديال ماشي الجهه ديالي، وكنت لقيت دي ديفيكولتي من ناحيه ان راه ماشي نفس المنهجي. نتوما عاوتاني اذا تخدموا ديال شي جهه اخرى، خذوا من هذاك الشيء اللي تحتاجوا وخليو داكشي اللي ما غاديش تحتاجوا. حيت انا مشيت خدمت واحد المره ديال الجهه ديال فاس مكناس وقيله وتخلعت والله. هادشي هذا ما عندناش حنا، راه بصح ما عندناش، ولكن لا حبذا تمشيو تطلعوا عليه احتياطا، حيت جوبونس داك المبيان اللي حطوا لنا حنايا راه ما كانش تحت في الجهه ديالنا، كان في جهه اخرى. المهم الاخرى اللي غادي نقول لكم فيها الاجتماعيات، ملي تكونوا كتخدموا الاجتماعيات، مثلا قلت لكم انا ما تخدموش المقاله، فهمتوني؟ ولكن اذا غادي تمشيو تخدموها، مثلا غتخدموا شي مقاله وحده تجربوا كيفاش ات اول جوز. المهم انا باش كنقول لكم ما تخدموش المقاله، ما كيعنيش انكم ما تخدموهاش كاع، كنعني انكم ما تخدموهاش دائما. ضروري تخدموا شي خمسه بحال هكا باش تعرفوا كيفاش غادي تكتبوا داكشي كامل، وتحطوا نقط على الحروف، فهمتوا؟ تعرفوا داكشي خصك دير وما خصكش دير. تنقول لكم هو ضروري حاولوا تستخدموا الكرونومتر، زعما حاولوا تشوفوا واش دوك جوج سوايع اللي غيعطيوها لك في ليكزام واش غادي تكفيك تخدمتها، واش كيحتاج الوقت كتر، شنو هما الاشياء اللي كيعذبوك باش كتكون كتخدم، واش موضوع ديال انك تستريسا ولا ثقيل في الكتابه. بزاف ديال الاشياء وبزاف ديال لي زاسبيغ خصك تعرفهم قبل ما تمشي دوز الجهوي ديالك بواحد الشهر بحال هكاك، باش تقدر تصحح المشاكل اللي عندك. المشاكل هادو راه ماشي بالضبط خصهم يكونوا في المشاكل في انك واش حافظ ولا فاهم، راه يقدروا يكونوا عوامل نفسيه، بحال مثلا قلت لكم الوقت، واش كتعرف تدير الوقت ديالك، واش كتستريسا العقل كتبلوكا، واش انت ثقيل في الكتابه، واش عندك مشكله في الخط ديالك. راه بزاف ديال الناس كيجيو حتى النهار ديال الجهوي عاد كيحاولوا يحسنوا الخط ديالهم، وراه ما بقالكش الوقت، فهمتيني؟ انت نهار ديال الجهوي عاد تبقى تقاد بزاف ديال الامور. دونك داكشي طرق داك المسمار على بكري، طرق داك الباب ولا داك المسمار، المهم انا لي زيكسبرسيون ما كنعرفش ليهم. المهم طرق هذاك المسمار على بكري باش تحل هاد المشاكل هادو كاملين، ماشي نهار الجهوي تبدا تستريسا ويضيع عليك الوقت. الو قلت لكم كنت كنخدم كنقرا ليفغ في الصباح، كنخدم شي جهوي ديال الاجتماعيات وكنحفظ الاجتماعيات، وراها غادي ندوزو للتربيه الاسلاميه. التربيه الاسلاميه انا المشكل اللي كان وقع ليا فيه هو انني كنت ناويه انني ملي يكون باقي لي شهر نكون تقريبا حافظه كلشي، ولكن وقع لي واحد بروبليم مع لي بروف دوك اللعيبات. دونك من داكشي تخربق. اللي خصني نقول لكم انا ان راه واخا تشوفوا راسكم معطله في الحفاظه راه دازنت مين انكم ما تحفظوش، حيت التربيه الاسلاميه اللي مهم فيها هو ان القران تكونوا مسالين. واش بونس با ما عندكم شي مشكل في القران، زعما راه ميمكنلكش تقول البروف ما حطيش لنا الدروس مزيانين، القران راه قران يعني خصك تحفظه، يعني ما كاين حتى شي بروبليم فيه. اذا كنتي حافظ القران مزيان الدروس غيجيوك ساهلين، حيت دوك الدروس كاملين كاينين في التربيه الاسلاميه راه واخدينهم من القران، يعني كلهم عندهم علاقه بالقران من غير كور واحد. وقال ديال الطلاق ولا ما عرفتش حاجه بحال هكا هو الوحيد اللي ما كانش في القران. يعني كفايه تكون حافظ القران ديالك مزيان فاهمو كلشي عليه، الدروس اوتوماتيكمون غيجيوك ساهلين. وانتم عارفين الحفاظه ديال التربيه الاسلاميه كتجيني انا بعدا سهله، حيت حنا دين واحد والدين ديالنا باين والاسلام باين وباين داكشي اللي فيه مزيان وداكشي اللي فيه ما مزيانش. يعني واخا يعياو يخرجوا لك من الدروس ديك اللعيبات تقدر تماناجي يور سيلف، غادي تقدر تحل المشكل ديالك حيت انت عارف الدين ديالك. زعما اتس فيري سامبل. المهم كما قلت لكم عاوتاني في التربيه الاسلاميه كل نهار حاولوا تحفظوا الدروس ديالكم. شوفوا نتوما باي ترتيب باغيين تمشيو. انا كنت كنمشي على حساب سميتهم مجزوءات، ما عرفتش كيسميوهم، نسيت على بالضبط اش كيسميو ديك الحاجه. مي مثلا غنحفظ الدروس ديال القسط كاملين، غنحفظ الدروس ديال الاستجابه كاملين، غنحفظ الدروس ديال التزكيه كاملين، فهمتوني؟ كنت كنخدم بهاد اللعيبه هذه حيت دوك الدروس غيكون عندهم علاقه بذاتهم. شوفوا نتوما فاش غادي ترتاحوا. انا كنت كنرتاح بهاد الطريقه هذه حيت كيكون دماغي مركز واحد الحاجه محدده، يعني ما كيمشيش هنا. اوكي الحاجات اللي خصكم تردوا اليوم من بال في التربيه الاسلاميه
العالميه ولا حتى شي واحد ما غايجي يقول لك سير تقراهم ساشون راه خصهم يتقراو زعما ما كاينش في المقرر ولكن راه خصك تقراهم خصك انت تمشي منك راسك مبادره منك راسك تمشي تقلب عليهم تمشي منك راسك تقلب على دي ليست فيهم مثلا شي ايه اللي فيري كتستخدم بزاف دائما كيجبدوها لك خصك تعرف الحكمه وراءها بزاف ديال لي انفورماسيون عليها القيمه ديالها كاع لي انفورماسيون اللي خصك تكون عارفهم عن ديك الايه هذيك خصك تكون عندك شي ليست بحال هكا حاطها قدامك داكشي ديال الحكم الشرعي المهم نتوما عارفين ما حتاش نقول لكم نتوما عارفين داكشي اللي كتحط في الجاوي وعارفين دوك الاشياء اللي دائما كيسولوك عليهم ولكن ما كيقولوش لك خصك تحفظهم فهمتني اشياء حاول تسول البروف ديالك على دي ليست راه كيكونوا عندهم دي ليست راه ما كيبغيوش يعطيهم لكم ولا كيبغي يعطيهم لكم كينساو المهم راه ضروري راه كاين دي ليست فيهم داكشي كله مجموع باش تسهل عليكم الامور ثاني نقطه بغيت نهضر عليها بالنسبه للقران ماشي بالضروره تكتبوه زعما انا باش كنقول لكم حفظت القران ماشي يعني كتبته كامل هاد اللعيبه هذه ديال حفظ كتب القران انا كنت خليتها حتى الاسبوع الاخراني عاد كتبت القران كامل ولكن ملي تكون كتخدم شي جهوي وكان السؤال ديال القران زعما خصك تكتب بالقران من هاد الايه هذه لهاد الايه هذه هذا كتبو حيت راه كتدرب بطريقه غير مباشره واغلبيه ديال الوقت تلقى راسك في الاخر كتبتي القران كامل بطريقه غير مباشره ولكن ديك القضيه ديال تكتب القران دو ا زد هذيك خلوها الاسبوع الاخراني وضروري ديروها باش كتعرفوا على الاقل فكره اون جينيرال انا صراحه اللعبه كنت كنديرها باش كنبغي نعرض القران ماشي بالضروره كنت كنمشي نعرض على شي واحد كنت كنبقى نسجل راسي كنعرض القران وكنبقى نصح الاخطاء ديالي راسي باش اذا مثلا شي نهار نسيت الاغلاط اللي كنت كندير في القران وديك اللعبات كنمشي نسمع دوك لي زونغيسترمون ديالي وكنعرف الاخطاء اللي كنت كندير وكنصححهم وكندير لهم الهايلايتر المهم بالنسبه لواحد الحاجه الثانيه القران انا راه كنت تبعته يعني ما حفظتوش من المانيوال باش بحال هكا حيت المانيوال كيكون داكشي مفرق وكتبقى في عقلك انت ديك اللعبه كيبقى لك مفرق في عقلك ما عرفتش واش تفهموني ولا لا ولكن راه خصكم تكونوا عارفين حيت راه هو ما يعطيك في الجهاوي ما غاديش يعطيك مثلا نفترضوا الجزء الاولاني فيه من 1 حتى 40 ايه فهمتي من 1 ل 40 هو راه نهار الجزء الثاني مثلا فيه من 40 ل 60 هو راه هذا الجهوي ماشي غيعطيك بين ديك 41 راه يقدر يعطيك 36 ل 51 نفترضوا خا راه شويه بزاف بين نقدر يعطيك من 36 ل 51 انت راه خصك في عقلك تكون عارف التسلسل ديال الايات مع بعضياتهم ماشي عاد تفكر ماشي تخربق لك جزء مع جزء وتسبق هذا على هذا دونك على هذا الشيء هذا انا كنت دايره ورقه وحده اون بليس كانت كتعاوني بزاف حيت كنت كنبقى نسطر على داكشي اللي ما عارفاش هو دونت بليف مي اف اي تولد يو قبل وانا كنت كنصور في الاخر اي ريلايز انه ما كان كيتصور والو المشكله وات اي واز سين واز فيري سبونتينيوس ما دايرش سكريبت هاد المره هذه دونك غادي نعاود و اي هوب ننسى على والو فين حبست هي باش كنت كنهضر الا غادي نبدا نهضر على الفرنسي لو بالنسبه للفرنسي بالنسبه لي زيكستري ولا تكست وداكشي اللي غيكون في الجهويات بالنسبه للجهوي يمكن لكم تخدموا الجهويات ديال كاع لي ريجون اللي كاينين في المغرب ديال كاع لي ريجون ما كاين حتى شي مشكل ماشي بحال لي زوطخ ماتيير اول حاجه خصكم تعرفوها ان بالنسبه لكم تكونوا كتخدموا لي زيكستري حاولوا تردوا البال داكشي اللي كتخدموا ماشي تبقى تخدم نفس الحاجه كتعاود ماشي نفس الاكستري كاس كيتعاود انت كتخدم فيه كل مره هو نفسه وما تبقاوش مركزين على واحد لافغ محدده غتلقى بزاف ديال لي تيكست بزاف ديال الجهويات لا بواط ميرفي ما كايناش خصك تبقى تخدم لا بواط ميرفي خصك تمشي تبقى تقلب على لي زوطخ اوفر اللي عندك راه ماشي حيت لا بواط ميرفي هي اللي كاينه وهي اللي كلشي كيخدم بها دونك هي اللي خصك تكون عارف صافي دونك حاول تنوع وحاول تكون ذكي شويه في الخدمه ديالك باش ما تضيعش الانرجي ديالك في الخبر خاوي ثاني حاجه خصكم تعرفوها انه بالنسبه لا لونغ كما قلت لكم لي فيغور دو ستيل انا كنت كناخذهم من لي زوفر باش كنت كنبقى نقرا لوفر ديك اللحظه هذه كنبقى نخرج لي فيغور دو ستيل وديك اللعيبات ولا يمكن لكم تبقاو تمشيو تقلبوا عليهم اونلاين راه كتلقاو دي سيغي المهم انا صراحه كانت كتجيني بلو افيكاس انني نخدم لوفر نيشان ما عرفتش كنت كنحس براسي انني كنطرق لكاع داكشي اللي كاين ثاني حاجه بغيت نقولها على سيتواسيون دو باساج المهم انا راني حاطه لي ريزومي ديال الفرنسي وديال كاع لي ماتيير بالنسبه لي ريزومي اللي عندي اللي حاطه لكم حيت اذا ما كانش عندي شي حاجه ما كنحطاش بحال مثلا الاجتماعات راه ما عنديش داكشي المهم الحاجه اللي بغيتكم تعرفوها انه كما دايره انا في لي ريزومي ديال اللي غادي تشوفوا كل شابيتر دايره عليه تيتر كل شابيتر دايره المعلومات اللي فيه كاع المعلومات اللي فيه حيت ما يتحط ان اكسترا بحال هكا غادي ندير سيتواسيون باساج راه ماشي انا غادي نقرا وعاد نبقى نفكر وندور السينتا ونشوف هذه فين جات وهذه اوتوماتيكمون غادي نقرا داك الاكسترا غتبان ليا كاينه واحد الايدي جينيرال شوف داك الفكره العامه اللي عندي في داك الاكسترا اللي عندي في ديك اللحظه غادي نقول هاد الفكره هذه في من شابيتر كاينه صافي لقيت الشابيتر اللي هي فيه في عقلي هاد الشابيتر هذا شنو هو التيتر ديالو الشابيتر ديالو هو هذا شنو هو لو تيتر اللي قبل من هذا بحال هكا غادي نخدم في عقلي نقدر ندير سيتواسيون باساج اللي هي مقاده اوكي دابا غادي ندوزو ليكسبرسيون اكريت بالنسبه ليكسبرسيون اكريت اول حاجه غديروها نمشيو تقلبوا على تيم فار يعني لو تيم اللي كاين تقلبوا على زارغومون ديالو ان تيم فار هو واحد التيم اللي كاين ديك لوفر
كاينه بوسيبيليتي ديال 75% انه يتحط لك، ولا واحد من دوك لي تام اللي قاري غيتحط لك. ديك 25% ديال شي تام اللي عمرك ما شتيه في حياتك وجاو حطوه لك بحال هكا صدموك به ولا شي لعبه بحال هكا. تجي تقلب على لي زارغومون دوك لي تام فاغ، مثلا باغ اكزومبل كتقول لا بوات ميرفيل، مارابوتيزم، غادي تقول لو رول ديال لا مير، لو رول دو بير، لونفونس كيفاش كدوز، واش هادي مزيانه ولا ماشي مزيانه. هادو دي تيم غتمشي تقلب على لي زارغومون ديالهم، سواء غتحفظهم اذا كانت عندك الكرنه ديال الحفاظه، ولا غير قراهم. حيت المشكل اللي كيوقع هو ان في هاد لي تيم اللي كيكونوا باينين بزاف، راه بعض المرات عقلك كيعجز انه يقلب على دي زارغومون من قوه ما كيبان لك داك الموضوع بازيك. دونك بحال هكا كتسهل عليك المأموريه، يعني كتكون عندك اون ايدي جينيرال على لي زارغومون اللي تقدر تستخدم. حاجه اذا كان عندك مشكل في اكسبرسيون اكريد، ما عندك اسلوب زوين، ولا عارف راسك غادي تستريس بزاف في ليكزام، يعني ما يطيحش لك افكار في راسك، حاول تو تيك ذا سيف تشويس اللي هو الكومفورت زون، اللي هي دي كانفا. اللي ديال ان كانفا شنو هي واحد لابارتي بحال هكا اللي كيكون فيها واحد الجمل، هذوك الجمل هذوك اللي ما غيتبدلوش. يعني شنو هما؟ كان لو سوجي داك الجمله غتكتبها في الانتروداكسيون ديال الجمله ديالك، ولا ديك لابارتي ديال الجمله غتكتبها في الانتروداكسيون ديال الجمله ديالك، وغتزيد عليها دي زانفورماسيون على لو سوجي اللي عندك نتايا. هادو هما لي كانفا واللي خاصك تحفظهم، واخا ماشي بالضروره استخدمتهم كاملين، مي كيحاول مي كيخليك كيخلي لك واحد الباك اب بلان. يعني اذا حصلت غادي نستخدم هاد الجمل هادو، وهاد الجمل هادو راه كيعاونوا بزاف، حيت راه ماشي بالضروره ليكسبرسيون كريت ديالك تكون واعره مفرقعه باش تجيب النقطه واعره، راه يكفي انها تكون زعما متكامله. يعني داكشي خصو يكون كاين، دوك الكلمات اللي كنستخدموهم في ان تكست ارغومونطاتيف يكونوا كاينين. هذاك الشيء كياليفيتي لو سوجي ديالك، وكياليفيتي الموضوع ديالك، وكيخليك تجيب نقطه مزيانه. راه ماشي بالضروره تكتب شي حاجه خارجه من الخيال. لي كانفا هادو كيفاش تدبر عليهم؟ تو سامبلومون يمكن لك تكتب في الجوجل كانفا دان تكست ارغومونطاتيف، هذه اول حاجه، ولا غتمشي تسول البروف ديالك يعطيهم لك، ولا اخر حاجه تقدر ديرها هو تمشي تشوف شي سوجي اللي البروف ديالكم ديجا كتبوه، يعني كتابه ديال البروف ديالك، ولا شي تلميذ معاك اكسلون بزاف، شي كوليك ديالك اللي عارفو ناضي بزاف، غتمشي تاخذ ان سوجي ديالو. غادي تشوف الكلمات اللي كيستخدموهم، زعما الفيلر ووردز، ولا الكلمات اللي كتعبر بهم الجمله باش تقدر تكمل داك السوجي ديالك. غادي تسطر على داكشي اللي ما عنده حتى شي علاقه بالسوجي، يعني ما عنده حتى شي علاقه بداك لو تيم اللي كنهضروا عليه في ديك اللحظه هذيك، ولكن at the same time they are useful. يعني هادوك هما اللي غادي تحفظهم. دابا غندوزو لاخر ماتيغ اللي هي العربيه. بالنسبه للعربيه حتى هي راه ماشي صعيبه، العربيه هي صراحه بالنسبه لي اسهل حاجه تقدروا تقراوها، ما فيها الحفاظه لا غومون خصك تقرا ليه اللي خصك تقراها، داكشي في الدو في الله، يعني داكشي على حسابهم واش غيحطوا لك. بالنسبه للنص اللي نقدر نقول لكم انا ان النص راه خصكم تخدموه ديال الجهه ديالكم، ديال حيت النص كيختلف على حساب الجهاز، مالكاسيون ديال النص كيختلفوا من جهه لجهه. خصك تدرب على الماكسيموم ديال لي تاكست بوسيبل، حيت راه بعض المرات الاسئله بالنسبه العام ديالها راه ما يحطولناش دوك الاسئله اللي كتحطوا دائما، بدلوا لينا نوعوا لينا شي شويه. حاجه خصك تعرفها ان بالنسبه للغه راه يمكن لك تخدم ديال كاع الجهات. والنصيحه اللي نقدر نعطيكم في اللغه عاوتاني هي مثلا بالنسبه دوك الدروس الاخرى غتلقاو انه فيهم بزاف ديال لي كا، بزاف ديال لي سيتواسيون، وبزاف ديال هذه النوع هذا وهذا النوع هذا. دونك انا شنو كنت درت؟ كنحفظ دي زيكزامبل، كنت حفظتهم عن ظهر قلب، كنت حفظتهم ليترالي، يعني باش يقول لي ايتي بجمله فيها فلان فلانيه فلان فلانيه، غادي نعرف ما نكتب لها، غادي نكتبها لها نيشان بدون ما نفكر، حيت عقلك غيتبلوكا لك في ليكزام. صافي هذوك كنت حفظتهم عن ظهر قلب. اصلا العربيه ما فيها ما تحفظ، يعني ما فيها باس تحفظ شي حاجه فيها شي حاجه هكا صغيره بحال هكا. صافي هذوك هلبس اللوت، حيت كما قلت لكم الدماغ كيحبس، وهما راه في الجهه راه ماشي كتسناو انك تجيب لهم شي جمله من الفضاء والوحي الخيال والخيال العلمي، يكفي تجيب ليه جمله اللي فيها هذيك اللعيبه، واخا كلشي غيكتبها ما راه جمله فيها هذيك اللعيبه. دونك هاد اللعيبه هادي غادي تعاونك بزاف، يعني انك تحفظ دي زيكزامبل باش تكتبهم نيشان. بالنسبه ليكسبرسيون اكريت نتوما عارفين العربيه از فيري ايزي، ماشي كومبليكيتد بحال الفرنسي. المهم جو بونس راه يو كان مانج، حيت اصلا كيعطيوك المواضيع اللي انت كتفهم فيهم، ماشي يعطيك ان تكست ارغومونطاتيف ولا شي حاجه بحال هكا في الفرنسي. And guys, this is the end of today's video. I hope you enjoyed it. I hope it was helpful for you. كنتمنى نكون قلت كلشي داكشي اللي كنت باغا نقول، حيت كما قلت لكم المره هادي ما درتش سكريبت وما كتبتش داكشي اللي باغا نهضر عليه، حيت كان على بالي غادي نعرفوا كامل، حيت بصح عارفاه كامل. ودابا المشكل اللي عندي هو انني داكشي اللي قلته في داكشي اللي تمسح ليا من الفورج يكون نسيت منه شي حاجه، هو التخوف ديالي، ماشي انا نكون نسيت شي حاجه اون جينيرال. المهم بانت لكم شي حاجه اللي هي مهمه وما هضرت لكمش عليها، ولا شي سؤال اللي عندكم مهم بزاف وبغيتو جواب ديالو، كتبوا لي في كومنت سيكشن، نقدر اما نجاوبكم تما ولا ندير لكم شي فيديو اللي غادي نجاوبكم عليه على كاع لي كيسيون اللي عندكم. وات ايلس بالنسبه للناس اللي غادي تسولوني في الكومنت حاجه تجاوب، حيت دائما ملي تنقح شي فيديو على الباك يقولوا لي شحال جبتي ولا هاد اللعبه، كيكون always I want to mention it وكنسى. هاد المره هادي تفكرت. بالنسبه للجواب راه جبت 18.4. هذه النقطه ديالي. بالنسبه للنقاط الاخرين نكتبهم لكم في الكومنت، حيت صراحه نسيت على النقاط اللي جبت في كل ماده بالضبط.
المهم راه عندي واحد البلاي ليست وحده اخرى فيها كاع داكشي الجهوي كنت درتها العام اللي فات باش كندير الباك. كنت كنوجد لكم كنت كندير لكم فيديوهات على كل ماتير كيفاش خصك تقرا عليها ودوك اللعيبات. راه بلاي ليست غنديرها لكم فيها في الديسكريبشن بوكس ولا يمكن لكم تدخلوا لي بلاي ليست اللي عندي في لاشين غادي تلقاوهم. وايضا واضيف غادي تلقاو في الديسكريبشن بوكس الدرايف ديالي اللي فيه لي ريزومي ديالي ديال لي ماتير اللي وجدت لهم لي ريزومي اللي هما تقريبا غير العربيه والفرنسي. هادو اللي وجدت لهم لي ريزومي ديالهم ديال بصح حيت بالنسبه للمواد الادبيه زعما داكشي اللي فيه الحفاظه الانسان الناس اللي ما عندهمش مانع انهم يحفظوا داكشي فيه الحفاظه بزاف حيت عارفه لا فالور اجوتي ديال انني نحفظ درس نيشان. يعني ما نحفظش ريزومي حيت كيعطيك بزاف ديال المعلومات اكثر فهمتي. باش كتحفظ من درس نيشان عندك افونتاج اكثر من هذاك اللي يحفظ الريزومي زعما صراحه. لكم this is the end of today's video. الله يعاونكم الله يسهل عليكم و if you have any question I'm here. Bye, see you in the next one.